بسم الله على بركة الله. عسلامة البنات، ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة ونعمة. انتم تتبعوا فينا اخواتي في الله. نهار جديد ودبارة جديدة باش نعملوا مقارونة باللحم البقري كما شفتوا معنا. لا اله الا الله محمد رسول الله. تنساوش الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديدنا. باش نبداو على بركة الله. كما شفتوا خديت الكوكوط، حطينا شوية زيت، حطينا اللحم، حطيت طماطم حكة، طماطم معجونة وطماطم شايحة، وهذاك الثوم وتاب المهرسين، فواحنا مزايد. وباش نحط بقية الفاح بالطبيعة وفلفل ملح وكركم وفلفل لك وشوية ملح، نولع الفاح المعتاد متاعنا وبالطبيعة الرند من بعد. استغفر الله العلي العظيم واتوب اليه. نروحوا الصوص متاعنا مليح، وبالطبيعة من بعد باش نمرقولها شوية باش الطماطم تتحل، ونقليو الصلصة متاعنا. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه المقرونة نتاعنا كصلصة حضرناها، قليناها شوية وبعد باش نمرقولها كي شوية باش الطماطم تعاود تتقلى مليح. وبعد ما تقليت لأنها مرقنا لها بالسمح باش نسكروا عليها الكوكوت، يعني حتى لين طاب اللحم سكرنا عليها. وتوك بعد ما طاب اللحم هكا رمينا البطاطا، وبالطبيعة بعد ما تطيب البطاطا باش نرميو قرينات فلفل. خليو البطاطا طيب وبعد نرميو قرينات فلفل حمر وخضر. انتي واش عندك ورقة رند كيف كيف في الاخر باش يفاوح، وباش نحطو الماء متاعنا يسخن فرد وقت باش ما حضرت الصلصة، يعني الماء يسخن نحطو المقرونة من بعد التسمط. كوريتكم حطينا ورقة رند وقرينات فلفل حمر وقرينات فلفل خضر من بعد. لا اله الا الله محمد رسول الله. الماء بعد ما يسخن بالسمح نحطو له شوية ملح، فما شكون يحط شوية زيت، انا نحط شوية ملح كهو. ونحطوا المقرونة اللي تحبوا عليها، يعني سواء انا عملت بلومة نجم تحطوا فل، نجم تعملوا سباغيتا دويدة رشتها كيف كيف بالصلصة، لكم الاختيار في نوع العجين. نخلطوه بالطبيعة، نقعدو ديما نحركوها باش ما تلصقش. وبعد ما طابت البطاطا كما شفتوا حطينا شو قرينات فلفل خضر، وباش نحطوا شوية اخر فاح اللي هو ثوم وتابل مهرسين، ثوم وراس حانوت، وشوية زيت زيتونة كيف في الاخر، وشوية كيف كيف فلفل اكحل من بعد. والصلصة تكون حضرة هكايا. فضلا وليس امرا اللي وصلت معايا لنا تدعمنا بلايك، ومتنساوش الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس باش تكون كل جديدنا. حطوا لي كومنتات سماح. لا اله الا الله محمد رسول الله. كملنا سمرنا المقارونة وصفيناها من الماء. حطينا صبينا الصوص هنا فوقها تبدا في البرمة. وبالطبيعة نخلي شوية مقارونة من بعد باش نلموا بيه الصلصة اللي تقع في الكوكوت. ديما نكرموا يعني نعمة ربي. برشا ناس تلوحت الصوص هذيك اللي تقعد في البرمة معناها ولا في الكوكوت تلوحها. احنا ديما نخليو شوية عجينة كان نلموا بيه الصلصة اللي تتبقى باش ما نلوحوش نعمة ربي. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها. نخليها تشرب شوية ومن بعد بالطبيعة شنعملو في البلا متاعنا. هذه المقارونة متاعنا حضرت. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصفة سريعة كفيسة فيسا ما طابت، تعرفوا الكوكوت فيسا ما تحضر. متنساوش الاشتراك في القناة. خليت لكم الخير والسلامة، نتقابلوا في فيديو قادم وبالسلامة.